صباح الخير. طبعا اليوم جديد ويوم حلو ببغداد. دائما الناس من تقعد الصبح تفطر او تتريق فد شغلات حلوه، فد مثل جماعتنا اللي بتونس كرواسون والسوالف هذه وحلويات والسوالف هاي. بس احنا لا، بالعراق شنو لازم في الشغله نسيمها الصبح او دسمه الصبح. فاليوم جينا وين؟ جينا يا مطعم كبة البغدادي الشهير، طبعا من اشهر المطاعم، طبعا هذا خصيصا او مختص بالكبة. ف ما شاء الله يعني المكان كلش بزي وعليه ازدحام مو طبيعي يعني. فبالقوة يلا وصلنا. طبعا هذه هي الكبة يا جماعة الخير، واخيرا طبعا هاي بداخلها كل لحم. شوف 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 شوف. اهلا وسهلا بكم في كبة البغدادي. طبعا اول مرة راح اجرب. المشكلة شنو؟ المشكلة كل الشغلات اللي راح اجربها وياكم كلها اول مرة، فهذا الشيء الحلو اللي بالفلوقات اللي راح يصير. فالكبة واخيرا راح نجربها. اول شيء تفتحها، طبعا المنظر ما احكيلكم والريحة، وترش شوي فوقها ونقول بسم الله. سمولي البحار ما احكي لكم على الطعم اللي انا لحد الان ما ذقته، بس دا احس بالطعم. واو بيبي باكل كلش. تفضل. شوف شلونها وياها شنو؟ وياها طرشي. سوق عالمية. لا اليوم اختيارك غطى عليه. طبعا هم شنو؟ هم اشهر اثنين بالعراق، كبة البغدادي وكبة السراي، اشهر كبتين بالعراق. فاذا جيتوا للعراق لازم تجون تجربوها، كبة البغدادي وكبة السراي. طبعا خليني اقول لكم شغله، انا الصراحه لا اسوي دعايات المطاعم ولا اي شيء، بس الصراحه يعني الحقيقه تقال. الطعم اذا مو شيء نقول مو شيء، والطعم اذا زين نقول زين، بس الصراحه لحد الان الكبه طعم خيالي. طعم خيالي وسيرفيس ومطعم ونظافه وطرش وكل شيء 100 على 100. فهسه رايحين اكو مطعم اسمه مطعم اهل الفلوجه، راح نروح نجربه ونشوفه وياكم، خليكم ويانا. اوكي حبايب، جينا طبعا الى مطعم اهل الفلوجه، اوكي، اللي صاير بالمنصور بالداودي الشارع التانكي. طبعا المشكله انه ما لحقت اصور لكم الكباب والمشاوي يا جماعه، انا اعرفهم من ايام سوريا، فالطعم صراحه لا يعلى عليه. طبعا نفس ايام سوريا اللي كنا عايشيها قبل. المطعم طبعا كباب اهل الفلوجه لازم تجون تجربوه، يعني مشاوي درجه اولى، بعد مشهورين اهل الفلوجه. تعال خلينا نشوف المشاوي مالتهم. وهاي المشاوي الطيبه مالتهم. طبعا اللي يجي من المنصور شارع داودي اسمه شارع التانكي. تعال خلينا نشوف الكباب الزين جوه. الله يساعد الشباب. شلون الصحة؟ طبعا هذا الشيش احنا كنا نسميه شيش مربع. ما شاء الله. اي يابا شيشنا. والله عايش ايدك. مطعم كباب فلوجه الاصلي. لازم تجون تجربوه. من اطيب الكباب اللي دائما يضرب بالمثل من ايام سوريا. عايش ايدك عايش ايدك. تعال خلينا نشوف المشاوي اللي على الفحم. الله يساعدك. شلونك قبل؟
طبعا المشكله انا حبيت اصور لكم وانا دا اكل بس ما لحقت. يا شباب من زمان ما شايفوه. فلازم ضروري اذا جيتوا لازم تجون تجربوا لازم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اليوم راح نبلش الفلوج من شارع متنبي لانه جينا بالليل، وبالليل نوعا ما شفت هواي شغلات. هسه قعدت من الصبح وجيت مشي من هناك لهنا حتى شنو؟ حتى ندخل شارع متنبي. جاي خصيصا على كبة السراي. طبعا كبة السراي من اشهر الكبب بالعراق. البارحة جربنا كبة البغدادي، بس اليوم راح نجرب كبة السراي. هذا هو المدخل العريق. هذا هو شارع المتنبي. طبعا هو دائما مزدحم، بس احنا جينا المره اللي فاتت بوقت متاخر. صراحه بيني وبينكم انا حاليا الجوع دقيقه مليون، لانه متحمس حتى ناكل كبة السراي. شوفوا الشارع هنا اهدأ من الشارع هناك. طبعا هذا الشارع هواية تلقون يعني راح تلقون به الشغلات الأثرية، الكتب، أكثر شيء الكتب، شغلات تخص الثقافة، ودائما يسموه ملتقى المثقفين. هذه المساكية الرمضانية. ما شاء الله ما شاء الله، هواي ناس هواي ناس. ان شاء الله راح اخذ بيها من عندها للاطفال. الحروف العربية، اللغة العربية. طبعا مثل ما قلت لكم الاماكن اللي دا ادخلها هسه اول مره دا ادخل بيها، اول مره بحياتي دا ادخلها، وانتم اول مره احتمال تدخلوها وياي. طبعا الشارع كامله راح تشوفوا اغلب البصيات واغلب المحلات كلها كتب. احنا هسه ندور على كبة السراي ومقهى شهاب بندر. خلينا نستمتع. هاي الشغلات حلوه هنا. هاي القيثارة. وهذه طبعا يم صورنا فلوق يم تمثال انقاذ الثقافة العراقية. طبعا هواي ناس ما تعرف شنو هاي الكتابات اللي على التمثال اللي صورت يمه. هذا بالخط المسماري. وهاي بوابة عشتار. هاي ساحة التحرير. هذول كلهم راح اخذ من عندهم، كلهم راح اخذ من عندهم. طبعا هذا ما شاء الله شو وقت ما تجون تلقوا هيك. شو ذا التماثيل. وهذا سوق السراي. وصلنا الى سوق السراي وبالنهار. تعالوا خلينا ندور كبة السراي وين صايره.
حياته. هذا اللي احنا جايين عليه. ايش تعال خلينا نوصل. السلام عليكم. شكرا. هاي الكبة اللي جينا على مودها. طبعا انتم اللي تشوفوها يعني هي حال طبيعي، بس هذه لها طعم ما حد يعرفها، بس اللي مجربها طعم خرافي. هاي اول مرة راح اجربه وياكم. ما نشوف داخله شلون. الشاي يقلب اللحم. زين. شاي فوق عمو احسن. لا لا هنا. هاتين هنا. ما قاعد هنا. عايزك تمشي. طعم بعد الطعم وفشاري. ودائما في الرئيس لازم موجود طرشي وصمون. شوف المعين فين لما حيروح السلام عليكم. السلام عليكم. بكره بعطيني سلطات. كم واحد؟ هذا واحد؟ حاليا السعادة صعد فول. بعد ما خلصنا من قبة السرايا وين لازم نجي؟ وين لازم نجي؟ نجي إلى مقهى الشابندر. اوكي تعالوا خلينا نجرب الشاي في مقهى الشابندر لأول مرة في حياة سيف وفي حياة هذه القناة. بسم الله. السلام عليكم. اخيرا دخلنا مقهى الشابندر. عند الشاي نزل عايش ايدك. هاي الجوازات هنا. تخيل السيد يشرب شاي في مقهى الشابندر بمكان يعقلها. نشب الشاي نشب. احترقنا. أول مرة نجرب الشاي في مقهى الشابندر. يعدل المخ والمزاج على آخر مرة. حاليا خلصنا الشاي، المزاج تعدل. تعالوا خلينا ناخذ جولة داخل القهوة داخل مقهى الشابندر. هذا يصح للبلبل العراقي. طبعا هذا مو موجود بس في العراق. تعالوا خلينا ناخذ جولة على الصور. هاي كلها صور ملوك العراق ورؤساء العراق، كل صورة لها تاريخ خاص. كل صورة معبرة عن أقضية ونواحي ومدن العراق ومحافظات العراق. هذا الملك فيصل الله يرحمه. هذا الشريف علي باشا أمير مكة المكرمة في رحلة الصيد. الشيخ عمر المختار.
طبعا هي اسمها مقهى الشابندر، بس سموها او المسؤول عليها الحاج محمد الخشالي غير اسمها الى مقهى الشهداء. ليش؟ لانه حسب ما اعرف انه صار فجار في باب المقهى، فماتوا ولده الله يرحمهم اللي صورته هناك، فسماها مقهى الشهداء تخلدا الى اولاده. احمد رابي الله يرحمه، احمد رابي. اغلب الشخصيات المشاهير اللي كانوا يجون سهل السماوة. بالنسبة اللي يسأل يعني اللي يسأل على الأسعار، هاي أسعارهم. يعني سبحان الله كل صورة إلها تاريخ، كل صورة إلها شيء معبر. تاريخ يحكي. يتذكر ذني مال المروحة اللي مات، شو صناعته وين؟ صناعته في ديالة. من وقت العراق كان يصنع، لسه مع الأسف كنا كل شيء نستورده. وهذا جسر الشهداء، وهذا مرحوم الشاعر شفيق الكمالي اثناء مناقشة أطروحة الماجستير بعنوان الشعر عند البدو بجامعة القاهرة 1962. يعني ما أحكي لكم على الشعور إنه كل ما تشوف صورة له تاريخ عريق. هذا الملك فيصل الأول ومحمد رستم حيدر الفيدي في مؤتمر فرساي 1919. هذا الملك فيصل الله يرحمه، هذا هو كان صغير، كان صغير. تاريخ. حاليا شربنا شاي، اخذنا الكبه، تعالوا خلينا شويه نفطر. هذا الزقاق اسمه زقاق السراي.
طبعا حرامات اليوم ما لحقنا على الساعة 13 لعبانا ندخل لها، بس حسب ما فهمت انه دائما الجمعة والسبت هي موجودة ومفتوحة. فتعالوا خلينا ناخذ جولة بهذا الشارع الحلو، خلينا نوصل لنهايته. ما شاء الله محل البناء المعماري كلش حلو، هندسة وفن نشوف هذا الشارع اللي وين نوصل آخر شيء. طبعا ما شاء الله كثرة المصورين هنا، طبعا لازم اجيب كاميرتي وجهي هنا اشتغل مصور ما شاء الله. حاليا خلصنا هذا القسم ورايحين وين؟ رايحين على تمثال المتنبي اللي هو صاير مقابل مقهى شابندر والسراي، بس رايحين على التمثال. طبعا دائما تجي هنا سفرات مدرسيه واغلب المدارس يجيبون طلاب دائما، خاصه اذا عندهم شرح على الثقافه والتاريخ. قد ظهر تمثال المتنبي. ونادي ياخذ صور القناة. هناك بكي نشوف هذا طبعا يسموه التاكسي النهري، بلكي نقدر نطلع ونشوف دجلة. هذا اللي هو اسمه التاكسي النهري اصور، ودائما يطلعون بيه جولات. حاليا بلشت رحلتنا بالزورق في وسط نهر دجلة. واو حاليا لقينا العملات العراقية والتراث العراقي هنا كله بهاي الطاولة. طبعا هاي الفلوس العراقية اللي بيها صورة صدام حسين، وهاي العملات النقدية. واو ما شاء الله. بيش هذه؟ هاي مجموعة ب5 مجموعة 5000 عراقية كاملة. هاي طابع ملوكية. طابع ملوكية ما شاء الله. كارت يعني سياحي. هاي مايسترو. هاي نفس الشيء كارت بس بيه عملات عديد. هذا الأصلية يعني كلها أصلية. هاي ما يمكن تتزور عملات المعدنية. صحيح. هاي ما يقدر واحد يزورها. ما شاء الله. لا تاريخ ما شاء الله. طبعا بس صدفة لقيت أخ ليبي حاليا وياي، فجاي أول مرة العراق، فحبيت أفرفره وأشرح له عن الشغلات والأماكن العراقية بما فيهم شارع متنبي. فهسه جينا نجرب فلافل لؤلؤة، فهو ما مجرب الفلافل، فأول مرة حضرنا الفلافل العراقية. أنا نسيت اسمك. ميتو؟ أخونا ميتو من ليبيا راح يجرب الفلافل العراقية اليوم.
حاليا وصينا لفتين واثنين لبن، سعرهم 4000 عراقي. 4000 عراقي حبيبي. حبيبي لفتين واثنين لبن بدون قلبك. عادي صورك؟ صورك عادي؟ حبيبي على راس على راس. هلا حسوني هلا حبيب. صار الدلع قلبي. طبعا هاي صاصات جميع انواع الشطه والعنبه والصاص بس احنا عندنا اشهر شيء العنبه والصاص. فالعراقيه حاليا جاهزه. حبيبي اثنين لبن. وهذا اللبن بس انا بخاف ننام هنا اليوم شلون؟ لا عندكم فراغ؟ عاش سيدك عاش سيدك حبيبي تدور قلبك. يابا تعالوا جربوا فلافل لؤلؤة مو؟ فلافل لؤلؤة في شارع المتنبي. ممنون. طبعا طلعنا حاليا من شارع المتنبي وهذا تمثال الرصافي. تمثال معروف بن عبد الغني الرصافي في بغداد. بس شوي شوي طبعا الحركة بلشت تقل. حاليا حبايب وصلنا وين؟ الى تمثال الزعيم عبد الكريم قاسم. وصلنا له واخيرا. طبعا هو صاير هذا اسم الشارع، تصور شارع السلطان في نهايته راح يكون شارع متنبي. تجون من هناك وهنا صاير. هذا هو تمثال زعيم عبد الكريم قاسم. تعال خلينا نشوف نقرا عليه. فجر ثورة 14 تموز 1958. ولد في 21/12/1914. استشهد في 9/2/1963. الشغلات العراقية الانتيكية. طبعا هذا كله صنع يدوي ما شاء الله. دله مال قهوة وهاي يسوون عليها، هاي يخلون داخل الفحم ويحمون عليها الشاي. وهاي يسميها سماور. ما اعرف شو اسمها. هذه اتذكر قبل كانوا يجيبون من عندها بيها مي من الشاطئ ومن النهر يصعدون بيها مي. السلام عليكم شلونكم عيني؟ عادي صور يابا؟ صور حبيبي ممنون. مثل بابل هذا كله شغل عراقي. اي عراقي هذا عراقي. كله صنع يدوي لا ماكينه ولا اي شيء. اي الحمد لله ما شاء الله. تراجي واساور كله شغل. حلو حلو. وايد جلسات هنا. جلودهم شغل يدوي. هذا كله شغل يدوي. هاي شغل ايدين واكو صغيره منها. اها. شنو اسمها؟ انا نسيتها طبعا صراحه. عليقه. اي عليقه. اللي هي شنو يستخدموها؟ يعني يحطون بها موبايل او مثل الجلطه يعني. اي فروم شوبينج. حلو. تسوق. حلو ممنون. بالبيت هسه قاموا يخلون بها القران. اوكي. هاي الرمان يخلون بها ما شاء الله. رخيصه ب5. احنا مسويها رخيصه. هاي يصير. مشكورين حبيبي مشكورين. كل ممنون يا حبيبي. الشغل كله يدوي عراقي، لا ماكينه ولا استيراد ولا شيء. دائما نشجع الصناعه العراقيه، لان الصناعه العراقيه يعني تبقى وياك مدى العمر الصراحه. بس مع الاسف حاليا الاستيراد من الدول اثر هواي على الصناعه العراقيه. طبعا اللي لفت نظري هذا التصوير الحلو. اصور كوفي ولا شنو؟ والله اصور كوفي. تعال خلينا ندخل ونشوفه. السلام عليكم شلونكم عين؟ حاليا تعال خلينا نجرب بالقهوه. مشينا هواي صراحه. تعرفون حاليا وين أنا؟ تعرفون وين؟ أنا حاليا على أشهر جسر حافظ القاضي.
هذا نهر دجلة الحبيب وهاي النوارس. طبعا اريد اقول شغله كلش حلوه اللي شفتها حاليا بالعراق، بما انه صار لي فتره ما جاي العراق. اصحاب التكاسي صراحه يعني لحد الان بالنسبه لي كتجربه، اصحاب التكاسي ما عندهم يعني لحد الان ما شفت اي استغلال الصراحه. فهمت شلون؟ يعني كل اللي اصعد وياهم تعامله على سعر يعرف بك غريب وغريب، الصراحه ما شفت اي استغلال، الشهاده لله. اصحاب التكاسي بنفس الوقت اصحاب المحلات، يعني صراحة انه احييكم، يعني احييكم على هاي الروح الامينة. هسه حاليا ختامية بالليل، ختامية وين نختمها؟ المطاعم نختمها يم اجنحة ومشويات ابو طيبة. طبعا ما احكي لكم عن الازدحام، الدنيا المقلوبة جوا. راح ندخل جوا واوصل لكم ان شاء الله الاكل، وهي تكون هاي اليوم اخر محطتنا اليوم. يعني الوجبة الاولى هي تجيك شوربة، هذا اخاف واحد ياخذ علينا صوره، هذا دبس الرمان. بس شكله هو شكله يعني هو يا واحد. شوف دبس الرمان. والله العظيم. حاليا الوجبه الانفلاقيه جتي، يقدموا لك طلب طبعا هيك. ارفع وجبه ارفع. هاي الاجنحه وهاي العرايس على الفحم. اها اوكي. شو اسمها هاي؟ عرايس على الفحم. وهذه اجنحه. الاجنحه هنا ساسكت قليلا. وهاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ اهم اجنحه. هذه اجنحه كذلك، بس هذا تتبيله خاصه بال فإلى هنا نخليكم ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. في امان الله.